بنتايج احسن باك شمال في مصر. بحبك انقذتنا من تحفيله ماتش بن شرقي، وانقذتنا ان احنا لسه في امل ولو كان 0%. لو كنا خسرنا دلوقتي 20 يعني كده بقى 20%. فرق 5 نقط لسه فيها باذن الله. لا بينك وبين بيراميدز بقى تكلمني ليه؟ بكلمك ليه؟ ما انت تاني ممكن اوصل تاني اصعد افريقيا. يا عم باذن ربنا يوفقك. بنتايج عايز اقول معلومه لمحبين الاحصائيات. الاهلي اخر 5 ماتشات مش عارف يكسبنا. اقول لك القويه، الاهلي 3 ماتشات من ال5 كل ما يجيب فينا جول نروح معبينه. ليه؟ نادي كبير. بعيدا عن ماتش الجزيري اللي هو انتوا لما تشوفوا اللايف رياكشن، انا نادي كبير لما بعوز اتعادل بتعادل. طب ما كسبتش ليه طالما اصلا انت بس اخرك تعادل؟ يعني اخرك تعادل. ما هي فلتت في كوره زيزو. يا ولا فلتت في كوره زيزو. يا ولا انت عارف لو طب ما شوطه امام، ما انا ممكن اقول لك شوطه امام ده كان ممكن خلاص بقى من يا جدعان انتوا ليه مش مقدرين فرق الكواليتي ما بينك وما بيني؟ يا حبيبي انت دلوقتي بتقول ايه؟ انا لما بعوز اتعادل عشان اخرك تعادل. لا انا بعوز اكسب. ما انا جبت جول في الجزيري. مش ماتش الدوري اللي فات جايب جول وكسبت. ماتش ده ايام الدوري اللي فات على طول يا ابني، اللي على طول من كام سنه. انت مش عارف تكسبني. طب الصفقات دي كلها مش عارف تكسبني. ما احنا ليه؟ هقول لك ليه. عشان انا اللي مخليك تتعادل اصلا. طب اقول لك القويه بسبب انا اتعادلت. تصدق بالله انا كنت المفروض اكسب النهارده بالدفاع بتاعك ده الهلهول ده. كنت لا مش دفاع بس والله. انا لو كنت هاجمت عليك، لو كنت هاجمت. ما انت مش عارف تعمل ايه عشان خايف من دي. خايف من دي. خايف لو لا هو بيسيره. خايف بن شرقي يجيب التاني. لو كان جاب التاني ورب ولا دي ولا دي بقى. انا مالي باللي هو بيسيره. ولا كان ابني التالتة شمال. لا بن شرقي محترم، لعيب محترم، بحييه انا كزملكاوي. وحتى لما نزل يعني بنتكلم احيانا فلتت معانا والله العظيم. لو بيسيرو كان جمد قلبه بدري شويه بس يلا حصل خير. اللي قلته ده كله بسبب واحد بس، عم كولر. ممكن نخش على الاهلي ولا؟ لا مش عايز اقول حاجه قبل ما نخش على الاهلي. ناصر منسي انا بحبك. جاب جول في السوبر الافريقي ودلوقتي نزل استلامه ود عمر جابر وبنتايج اتعادل. انا مبسوط بالزمالك النهارده قوي قوي قوي. واتكلم اتفضل. انا مبسوط لك والله. ليه بقى؟ اللي انت مش هتشوف اي فوز تاني بصراحه. ليه بقى؟ اول حاجه اتكلم فيها الاهلي اللي هو بدا بصراحه. انا اول لما شفت التشكيله قلتها قبل الماتش، الحلقه اللي فاتت قبل الماتش، قلت لك ايه؟ لو شفت 2 في الملعب انا هتضايق وهبقى عارف ايه اللي فيها. ان احنا نازلين لا مؤاخذه ندافع. اللي هو مين؟ قلت لك كريم ندفد وكوكا عشان عنده مدرسه الصبح. دول ما اشوفهمش. كوكا راح بدا لك باك يمين، باك شمال سوري، والناحيه الثانيه اكرم. نيجي الاكرم لان بصراحه عمل ماتش كويس. لكن كوكا انت باين عليك اهو الاطراف بتوعك ليه عامل لهم دافعين يعني. هتقول لي كريم الدبيس ما بيدافعش، وانت عايز ليه تهاجم؟ وانت عايز ليه قصدي تدافع؟ انت فرقتك ما يعني سوري لو احنا باصين على الزمالك انت لازم تهاجم. وقلتها لك اول ثلث ساعه تنزل ضاغط. ده يا شيخ ده انت حتى ماتش السوبر المصري نزلت كنت ضاغط عن كده في اول ثلث ساعه. لا عايز اقول لك هتاخد بالك من حاجه. كوكا انت عايزه يدافع، الجون جاي منه. طول الماتش كان بيسقط له ايه يعني. كان في الاول لو تخلي بالك كان الاول احمد رضا هو اللي بيسقط هناك. اول لما راح زيزو كاله في واحده وراح اتزحلق، لا كان مايل مروان الناحيه الثانيه، وبعد خلى مروان شويه مايل لقدام شويه. ده ما ينفعش. قلت لك انا عايز ليه مروان جنبه الناحيه الثانيه، احمد رضا قدامه امام عشان تطلع بالكره حلو. انت يا عم دول كمان مش عارف تطلع بيهم الكره حلو. لو احنا هرجع تاني للكولر. انت ليه يا عم جبان يا عم هو انت ليه مكبر دماغك من ماتش السوبر، من ماتش القمه؟ دايما بتحب تتعادل. لو جبت جون لا نرجع ندافع. انت ليه يا عم ليه كده؟ انت مش عارف قيمه الماتش، مش عارف ليه قيمه الاهلي. لكن لا انا اقتنعت خلاص بكده ان انت عايز ما تخسرش الكريدت اللي ليك عند الجمهور، ان انت ما تخسرش اي ماتش قمه كبير. لو جيت مثلا اتكلمت على السوبر يقول لك ده ضربات جزاء، لكن انت مش عايز تخسر اي ماتش قمه علشان على امل ان انت ممكن تكسب الدوري بماتشات ثانيه اللي هو اكيد ده هيقع وانا هسقط. فهو تحس ايه؟ فاهم الليله. لا انا مش عايز اخسر لماتشات الزمالك واسيبها تعادل بقى مكسب اي كلام اداء نتن ماشي، بس انا ما اخسرش. ده مش شغلنا. قلت لك محمد شوقي عليه دور كبير ان هو اللعيبه يفوقهم يخليهم رجاله. لكن لما انا الاقي المدرب بتاعي اصلا كل تبديلاته متاخره كده كالعاده، وبنزل لي ايه؟ عايز يدافع فمنزل لي مهاجمين، منزل لي الدبيس وينج برده، وراح منزل لي وسام راح داخل فينا الجون بعدها على طول ب 10 دقائق. انت ليه بتدافع؟ يعني انت شفت تشكيله الزمالك اخر ماتش للزمالك مع بتروجيت؟ اتعادلوا. شفت ايه خطير عندهم عشان انت عايز تهاجم؟ انا دي بس عايز اقعد مع كولر كده قعده صفا عند اي قهوه كده ونقول له انت شفت ايه في الزمالك؟ فمحتاج ان انت ايه؟ باكين عقم هجوميا. اكرم برضه هجيله في حته التقييم لانه بصراحه عمل ماتش حلو دفاعيا. لكن انا مش هيلزمني قدام فين الاوفرلاب بيعملوا. أيوة. ولا عرضيه ونفس الكلام على كوكا. يعني انت شفت الزمالك بيلعب ب5 دفاع وما عندوش وينجات
تروح مدازل كان بيعمل حاجه، دفاع. كان بينزل على فكره لو تخلي بالك كان دايما زيزو جنب عبد الله السعيد، كان فانت بينزل له معكش قوي. وينجات خالص، فانت انت مش بقى عارف. نزلت باكات بتدافع. انت بقى بيسيرو اللي عاجبني على فكره في الشوط الثاني بالذات، قرا الماتش وقرا الكوره ان هو خايف من حته الوينجات، راح قال له ايه انت خايف من الوينجات وجاتك مش شايفين اصلا وانا مش بهاجم من هناك، طب خد وينجات. راح نزل له شلبي، اول كوره جول شلبي وقال له وانت هتتكلم على الحته بتاعت عمر جابر لما قال له اطلع. بالظبط. انت كنت بتكلمنا عليها قبل التصوير، قال له اطلع اضغط عشان شايف ان الدنيا مستباحه بالذات من عند كوكا. اكرم عامل اداء دفاعي لا يعلى عليه، وانا معاه الجون من عند بنتايك من عند الناحيه بتاعته، بس عمل اللي عليه، ومعظم اللعيبه على فكره عملت اللي عليه. بس قلت لك محمد شوقي ينزل الماتش ده يا رجاله نكسب نضغط، حتى لو المدرب يا عم الله يمسيه الخير حسام غالي، كان حسام البدري كان بيقول لهم دافعوا، كان هو اللي قال لهم ولا تكتيك ولا نيله ويلا نهاجم، قبل كده عملها كتير. انا اللي بتكلم فيه الاهلي ما كانش جاهز، احنا كنا قلنا لا لا يجيز ما كانش جاهز. الجون اللي جه غلطه، غلطه مين؟ جون الزمالك جه غلطه من كابتن عمر جابر، يعني ما كانش جاهز. كمل عايز تقول حاجه ثانيه؟ انت بتلعب بطريقه متناقضه، انت نازل جراديشار بطيء بتنزله عشان يستلم تمام، المفروض بقى هتطير الوينجين محمد عبد الله وحسين الشحات. حسين الشحات اللي مقرف، اكتر لعيب مقرف على فكره في الفرقه. محمد عبد الله مش كلام عليه لسه ناشئ وانت دفعت لا عمل ماتش كويس متوسط، مش يعني زي ما شاف مصر الاسماعيلي بالنسبه له اول قمه ليه، وكان بيلعب عليها فكره لعيب مش عمر اسمه بنتايج. واول لما انت خرجته وديت حسين الشحات عليه، عرف اللي فيها ده واحد ميت، بنتايج عرف ان ده واحد ميت اللي بيلعب عليه اللي هو حسين الشحات، قال لا انا هطلع وراح جاب الجون يا عم، لان انت اطرافك زباله. اول لما نزلت مين بقى يا باشا؟ نزلت بن شرقي. شفنا، مش هتكلم انا اقول لك شفت اللمسه في الدقيقه الفلانيه، انت شايف اللمسه مختلفه عن محمد عبد الله واللمسه مختلفه عن حسين الشحات. واحد عايز يمسك الريتم، واحد عايز يخلي الكره في رجله، بياخد لك فاول، بياخد لك كره خطيره، بياخد لك فاول اللي انت مستنيه تعرض له لجراديشار او اسمه ده وسام، مش عارف حتى تعرضه يا عم عشان ما عندكش لعيبه بتعرف تعرض. محمد هاني ما لعبش، وحتى لما بيلعب ما بيعرفش يعرض. الدبيس نزلته بعد طبعا ما كان خلاص الدنيا باظت خلاص منك، تجيب جون ليه بقى ترجع تدافع؟ ده انا عندي بقى سؤال بقى، ليه مفيش انت؟ ما انا عندي سؤال، عارف لو مثلا كنت بواجه مثلا فرقه عاليه بيراميدز، مش بأثر من الزمالك كواليتي، انت عارف في سرعات، في مرتدات، في ابراهيم عادل، في فيستون مايلي، لكن انت مش شايف اماره من نادي الزمالك ان هم هيهاجم او هيروح عليك بسرعات. الزمالك لو هيلعب عليك كوره او هيعمل لك خطوره من عرضيات اللي احنا اتكلمنا عليها انا وانت، اتكلمنا على العرضيات من ناحيه الزمالك ومن العرضيات والاطراف اللي انت نفسك خسرت. دخلت الماتش انا خسرانها، بحته الاطراف دي، هلعب بالنص امامي حنكش لي شوطه. مع احترامي انت وقفت وحش قوي، الجون تنظيم دفاعي سيء قوي قوي قوي. انت ليه عايز تدافع وانت عارف ان عندك قصور؟ فين العيش؟ سوري دي اخر حته، فين العيش يا راجل محترم؟ ليه كوكا؟ انت جايب ليه العيش وجربته ليفت باك في ماتش بيراميدز اللي هو كان بيلعب عليه ساعتها مين؟ مصطفى فتحي، وعمل عليه ماتش كبير، دخلته سنتر باك جنب ربيعه ورحت بترحله في طريقه 3-4-3 اللي انت كنت بتعملها. ما شفتش ده، انت عملت طريقه مختلفه او افراد مختلفين مش هيعملوا لك ده، وكوكا وربي ما طب عشان ما نطولش عشان لسه في الزمالك، تقييماتك للماتش الاهلي، تقييماتك للعيبه الاهلي. ماشي، هنبدا بالشناوي، عمل ماتش كويس جدا وشال كام كوره، 8 من 10. نخش رامي ربيعه 4. اشرف داري حلو وكان دايما الكور العاليه بتاعته 7. اكرم توفيق في التغطيه وانه بيقطع الكور 8 قدام 0، ما بيعملش اي حاجه غير ان هو بيروح ممكن كان ينتش لك فاول مثلا. كوكا 0. مين تاني في نص الملعب؟ عندك مروان عطيه كان تايه في معظم الاوقات لان كان بينزل عليه 2 فممكن اديله 5. احمد رضا ما قدمش بصراحه اللي انا كنت مستنيه منه، ان هو هيودي انفرادات بقى قلت لك الوينجر بتوعك ما عملش بصراحه حاجه. 3. امام عمل كام حاجه بس لا ما ظهرش كتير، ممكن 5 أو 6. شحات 0. محمد عبد الرحمن 5 متوسط. جراديشار بصراحه النزول والطلوع بتاعه 5. طب اللي نزلوا بن شرقي طبعا 9. بن شرقي ما شفتوش، هو الجول جاب جول لا بس يا ما هو انا فاهمك بس ما ما عملش ده. انا زملكاوي بقول لك عمل بس مش هقيمه في ده يعني على اللي هو عمله لحد دول 10 من 10. طبعا وينج اللي انت مستنيه يعمل له، وسام هو اللي مختبرش ولا كريم الدبيس حتى يعني. خش على كولر كام من 10؟ 0 وعندك حاجه ولا حتى 0 والله. انت داخل خسران الجيم ليه يا عم؟ جوميز مشي، ده واحد ده غير مدربين يا راجل، نفس الفكر العقيم بتاعك والجبن بتاعك. بس خلاص نخش على الزمالك. بس بقى نخش على الزمالك. لعب ب5 دفاع و3 في نص الملعب و2 في الهجوم اللي هم زيزو والجزيري، وطبعا الثلاثه معروفين. هي كانت مفاجاه بالنسبه لي، بس بيسيرو ادار الماتش. هو ارى ان الزمالك مش هيقدر ينزل يلعب ضاغط على الاقل لان الهجمات المرتده. بس اللي انا عايز الوم عليه على بيسيرو مع انه عمل ماتش ممتاز. انت في اول ماتش لو خدت بالك الاهلي كان خطر من حته العمق اللي انت المفروض اقفلها له،
فده بالنسبه لي عمل علامه استفهام. وتاني علامه استفهام يا بسيرو، انت مقتنع ان لحد الدقيقه 65 ما فيش في الزمالك حد هيغلط؟ الكابتن عمر جابر على طول غلطه اول ما بن شرقي دي من وراه غلطه، وحسام عبد المجيد غلط في نفس الكوره. الونش اللي كان جامد، الونش كان كويس انا معاك، بس كده كده لعيب الزمالك هيغلط. لما اضطريت بقى تهاجم على الاهلي جبت فيه جون، نمسك الماتش من اوله. كاول شوط انت كنت بتعتمد على فكره ايه؟ الخمسه الدفاع واللي ينقل لك اللعب عبد الله السعيد. عبد الله السعيد النهارده ما كانش قادر، مش عشان هو يا جدعان مساحات كتير قوي عليه، مساحات كتير قوي، عايزه يلعب دور النص الملعب والوينج، ده كلام كبير قوي يا جدعان، كبير عليه الموضوع ده بجد والله العظيم. وفكره زيزو مش هو اللي هينقل لك الفرقه كلها. زيزو عمل ماتش نوعا ما كويس، نوعا ما، ده ضيع كوره كانت لازم تبقى جون، بس والله هو مفيد للمنظومه بس مش مفيد فرديا. يعني انت مش هتشوف له يعني هو كان معتمد على فكره ان زيزو يزقك فرديا، ما زقكش فرديا. فانت كان كل فكرك تطلع 0-0، طب حلو، والدقيقه 70 لحد الدقيقه 70 لحد جون بن شرقي هتفضل 0-0، انت عايز تروح من الماتش 0-0. بس فين بقى بيسيرو؟ الشوط الثاني لما بن شرقي جاب جون قال لك بس زي ارى الاهلي، هو اللي عجبني انه ارى الماتش. شوفوا مشهد يا جدعان وبسيرو بيزعق لعمر جابر، بيتنطط بيقول له اطلع بعد الجون اللي دخل فينا، اطلع اضغط على كوكا ده. اول كرة بعديها عمر جابر طق جون. عمر جابر لما يقف ورا، عمر جابر ده انا جاي له في التقييمات كان عامل ماتش مقرف، بس انا جاي له خدت بالك لما ظبطت التشكيله ووينج هنا ووينج هنا وباكين وراه، عادي جبت جون في الاهلي. انت هتقول لي انا كنت خايف من الهجمه المرتده، انت عارف الجون جه مننا ازاي؟ عادي هجمه مرتده من ورا، هي مش هجمه مرتده هي غلطه، بس جه في الجون برده بخمسه دفاع. انا شايف فكره خمسه دفاع دي كانت امتى؟ بعد لما تجيب جون مش قبل ما تجيب، وما تبتديش بيها الماتش. ما ينفعش، انت مش متمرن على اللعيبه ولا حتى لعبت ماتش ولا شفتها، فاهم انت؟ فانا شايف ان هو كابتدى ماتش بيسيرو، ابتدى ماتش مش كويس بس نهاه تحفه تحفه. هو قرا الماتش كويس جدا، قرا الماتش، يعني مدرب صاحي عكس جروس ما كانش بيبقى صاحي. عندي حاجه تانية اقولها للكابتن دونجا. يعني دونجا انت عملت ماتش سيء جدا، والناس بقى ما تتضايقش مني يا جدعان. بصوا في الشوط الاول فين خطوره الاهلي كلها؟ المسافه اللي ما بين الدفاع ونص الملعب دي اللي يغطيها مين؟ شحاته هو اللي كان بصراحه، ما شحاته كان كويس جدا عليه كمان. شحاته بالظبط، يعني هو لقى ان الدنيا دي واسعه جه وقف مكانه. دونجا ايه يا دونجا؟ على طول هو اول تغييره كان دونجا بالظبط، واقف غلط مع انه عمل ماتش رجولي وبيضغط وشال كرة حلوه، بس برضه لازم تفوق تكتيكيا شويه يا دونجا. حد تاني عايز اوضح له رساله، صلاح مصدق عمل ماتش بالنسبه لي ممتاز، وقفاته كويسه جدا، ده لازم يركب على الونش، يلعب هو وحسام عبد المجيد. يعني انت مش هتلعب بخمسه بقيه الدوري ضد زد. رساله لعمر جابر، انت عملت اسيست على عيني وعلى راسي. ايه يا عمر يا جابر الدفاع ده؟ كرة وراك وبيبص الحكم الاوفسايد، ده جاي من وراك يا عمر يا جابر، ده استفزاز. بس السؤال اللي عايز اساله بيسيرو، لو بن شرقي ما كانش جاب جون كان قلب تغييره وعمل كده؟ ما كانش عمل كده. لا لان هو كان واضحه، هو قرا الماتش. ما هو ده على حسب هو قرا الماتش ولا لا. ما احنا ممكن نكون بنطجن، ممكن ما قراش. هو لا قرا هو لو كان قرا. عجبتني قوي من بيسيرو بقى لما جه في الجون ما طلعش واحد من الخمسه اللي ورا. شوف بقى دي حلوه قوي، طلع واحد من نص الملعب، طلع دونجا ولعب عبد الله وشحاته، دي عاليه قوي منه لان هو قرا الاطراف. لا بصراحه قرا. وحتى لو كان بن شرقي، ما هو قال له عمر جابر اللي هو اسمه ده بنتاج، وعمر جابر يطلعوا اللي هو بيلعب على بن شرقي، هو ضامن ان في ثلاثه ورا على الاقل، فاهم انت؟ واحد هيروح معاه، اثنين هيرجعوا يتمركزوا كقلبين دفاع تانيين بالظبط. فهو فاهم ايه. هي الخطه دي على فكره حلوه، بس محتاجه الافراد الكويسه يعني. فانا معاه حلو جدا ان قلبها 5-2-3. هتقول لي يعني شلبي هو اللي فرق؟ مش فكره شلبي اللي فرق، شلبي حرك بنتاج كان لوحده. وعلى فكره ساب برضه عبد الله السعيد كان دايما بيلف ويروح على الطرف يجري بالكوره. لا دلوقتي دخل عمق بقى خلاص بقى. بقى عبد الله عرف حلوه دي منك قوي على عم الدنيا. عبد الله السعيد لما دخل في القلب بقى احسن. هو كان دايما بيلف وياخد على الطرف يقعد يجري سباقات سرعه مش بتاعته. فخلاص بقى في واحد هناك، فممكن يعمل 1 2 يطلع شلبي مع بقى كامل احترامنا لقدرات شلبي بقى العقليه والذهنيه يعني. لا بس طلع بنتاج في كام كوره يعني، ونزل ناصر منسي اللي بيتحرك. قبل ما نخش على التقييمات، ناصر منسي انا بحبك لعيب عنده دم، لعيب بيتحرك. انت يا ابني والله العظيم راجل محترم، لو بتاخد 2 مليون في الموسم مش اكتر من كده تفضل في الزمالك بصراحه. بيتحرك خايف على الفرق، البادجت بس ممكن عمل كورتين خطر، ده كان هيخطف الثاني، ده مش ممكن يا جدعان. وبديل حلو كويس، هو لعيب بديل كويس ممتاز. لما بتبقى بتهاجم مش لما تدافع، يعني انت لما انت هتستنى منه هو بيدافع يعمل لك الكره الطويله حلالك عليها. لا ما يعرفش يعمل الكلام ده، هو في البوكس خطر.
التقييمات سيف الجزيري لا الجزيري انا هجيله في التقييمات. اخش على تقييمات ماتش الاهلي. عواد الناس هتستغرب بس انا شايفه عامل ماتش كويس 8 من 10. ليه بقى؟ في 2 انا شلتهم من 10 من 10. بيطلع بالكره زي القرف زي القرف. خش على خط الدفاع بنتائج 10 من 10. انت بره التقييم، انت باك شمال عالمي. ورأيي بيع فتوح والله للسعوديه، وخلي عندك محمد حمدي بديل ليه. الثلاثه الدفاع حسام عبد المجيد 8 من 10 كان كويس جدا. الونش 7 من 10 كان كويس. صلاح مصدق. الناس هتقول لي الجون، لا الجون مش غلطته. صلاح مصدق كاول ماتش ليه ماتش ديربي ممتاز يا مصدق 8 من 10. كابتن عمر جابر الناس هتنتقدني والله عمل ماتش مقرف اقسم بالله. قبل الاسيست 0 والجون منه وبيعرض وحش وطلع في كام كره عرضها وحش، بس هو خطف العرضيه جول. فانا عشان العرضيه اديله 5 من 10. والناس بقى تزعل ما تزعل، انا بتكلم ماتش كامل مش كره واحده. دونجا 2 من 10 كان وحش جدا، او ممكن 4 من 10 عشان في كام كره قطعها كويسه. عبد الله السعيد انا مش عايز اظلمه، فكره انه بيلعب في قلب الملعب وتوديه وينج دي كتير عليه قوي. فهو كاول شوط او كاول 60 دقيقه كان 5 من 10. لما نزل شلبي وبقى يروح هو على الجون 8 من 10. محمد شحاته كان كويس جدا 6 من 10 7 من 10 لان كنت محتاجه هجوميا اكتر. زيزو نوعا ما مع انها اكتر واحد منطقه. زيزو عمل اللي عليه يعني، حاول في كوره جات له باليد لو كان حطها، بس هو زيزو واضح انه اقل مستوى ليه الموسم ده. هديله 7 من 10. لا جري وطلع اللعيبه ونوعا ما كان كويس. كان مين تاني؟ الجزيري كان بيحنكش 5 من 10. اللي نزلوا ناصر منسي 9 من 10 ممتاز يا ناصر. شلبي الناس هتتفاجئ 6 من 10. يعني عمل المطلوب، طلع بنتائج، بس ده اللي احنا كنا محتاجينه، طلع بنتائج. ونزل مين تاني؟ الجفالي ما نزلش اصلا. تقييمي لبيسيرو كاداره للمباراه 9 من 10. لا 9 دي كتير. 8 من 10. بدايه الماتش وفكره ان انا شفتك استنيت الاهلي يجيب جون عشان تقلب الطريقه دي كانت غلطه، بس اديته ليه 8 من 10 عشان قلبها ل 5 2 3 ما طلعش واحد من اللي ورا. ممتاز يا بسيرو، ممتاز للزمالك الماتش ده. انا بكواليتي اقل بلعيبه اقل بحيي لعيبه الزمالك على روحهم وشخصيتهم، ما فقدوش الامل. جابوا جون في الاهلي وكانوا هيجيبوا الثاني، ما بقوش يخافوا من الاهلي. كان عقدتنا دايما ايه؟ لعيبه الزمالك بتخاف من الاهلي، ما بقتش خايف منك. انا كنتش ما بخافش منك تماما. انت بتجيب جون انا هروح اتعادل، تقدمت عليا عادي ما مش فارق. انت اتعادلت معايا هجيب جون تاني زي جون سيف الدين الجزيري. ممتازين. والحكم بعد الشوط بعد جون التعادل ده كان بيحسب فاولات غريبه للاهلي، ما تهزوش، كانوا كويسين وكانوا يخطفوا التاني. بحيي لعيبه الزمالك. اتمنى في مشكله بقى ان الزمالك قادر ان هو يعمل ماتش كويس، مش سيزون لان مفيش لعيبه. انت محتاج باك يمين مكان عمر جابر، محتاج باك يمين. مش كمان الخطه دي لو اعتمدها هتهلك الدنيا. لا مش هتنفع. ده بيعملها في الماتشات الكبيره بس. هي ممكن 5 2 3. حتى لو انت هتهلك الخط، انت عندك مين بدل الثلاثه دول؟ احمد حسام واد اللي جايبه من جونه والله نوعا ما بديل كويس. بصراحه عايز تقول حاجه ثانيه؟ اللعيبه توعى شويه وتسترجل شويه عشان انتوا بتدلعوا شويه في الماتش. الناس الاداريين المفروض يقعدوا مع الكولر، لا المنظر ده ما ينفعش. الناس دي الفلوس اللي اتصرفت دي ما ينفعش احنا نتعادل فيها مع اي فرقه، حتى لو فرقه اقل من الزمالك او مثلا زي ماتش فاركو. نفهم الراجل ده ان الماتشات دي مهمه يا اخوانا، بس كده، لان هو بيسيبها. عايز اقول حاجه لجمهور الزمالك، بسيرو احنا ندعمه لان اولا سيبك ان هو كويس وبيقرا الماتش، محظوظ نوعا ما. يعني كره امام عاشور جت في العارضه، ماتش بتروجيت اتعادلنا راح الجون في ثانيه. على فكره في 2 حسام والجون وثانيه كملهم بس، واتعادلت ضد الاهلي بعد لما جابوا في الجون. فهو الحظ ماشي معاه مش زي جروس. لا وفي 2 لو كانوا موجودين كانوا يفرقوا في المستوى بتاع الزمالك كله، ناصر ماهر وحسام جهاد. محمود جهاد. ناصر ماهر حسبي الله ونعم الوكيل. كانوا هيفرقوا جدا مع مستوى الزمالك. انا كانوا هيعملوا خطوره اكتر من اللي هي اتعملت لنادي الزمالك. عايز اقول حاجه بقى اخيره كده قبل في الحاجه. جمهور الزمالك احنا كنا داخلين هنتغلب، وانا كنت عمال اقول هنتغلب. ثقوا في فريقكم. انا خلاص بعد كده مش هعمل قيمه مع احترامي لنادي معاه بن شرقي وامام عاشور وسام علي وفلوس قد كده وبدخل خايف منه. احنا كده بنخوف اللعيبه، وطلع ترند يا ترامب تعالى حاربنا الغي الماتش والكلام ده كله. مفيش. انا مش عايز الاقي واحد من جمهور الزمالك خايف بعد كده. خلاص انت عايز اكتر من كده. انت بمصطفى شلبي وناصر منسي وبتتعادل معاه. اداره الزمالك اخري لان معايا لعيبه وحشه، بس اداره الزمالك هاتوا لعيبه لان الزمالك نادي كبير. الاهلي فارق عننا قوي في فكره كواليتي اللعيبه، بس انا بشخصيتي برجع. جمهور الزمالك مش عايز حد يخاف من الاهلي تاني. انت نادي كبير زيك زيه بالظبط، لو مش زيك زيه كان اداك 3 4.
ببن شرقي وامام وسام. مش علاقه نادي كبير ولا صغير، ولا علاقه بالمدرب اللي هو جبان. الافكار جبانه. كولر ماشي، دي غلطه منك، انا ماليش دعوه. ايوه ماشي، ما انت لو الغلطه دي ما كنتش هتقل. طب ماشي، اقول لك معلش مع احترامي، انا لو نادي بخاف منك او صغير كنت ما عرفتش اتعادل. انت نادي صغير ولا ما انت؟ لا انا بقول لجمهوري لا بقول في جماهير بتاعت الزمالك بحس انها بتهلفت من النادي. يا عم انت ليه بتقول كده؟ ليه بتقول ما تيجي تحاربنا، ما تيجي تلغي؟ ايه الهبل؟ انا رايي مش عايز اخش ما بنبقاش ما نخشش واثقين، لكن ما تخشش قوي كده، ما هو بنتعادل معاهم وهنكسبهم باذن الله. الزمالك نادي كبير زي ما الاهلي نادي كبير، بس عم جماهير الزمالك ثقوا في ناديكم شويه. ده اللي انا عايز اقوله. مش الاداره فرق. لا الاداره لا الاداره لازم تجيب لعيبه. انا نادي كبير وبالشخصيه واللعيبه استرجلت، بس هات لعيبه، مش كل مره تسلم الجره. طولنا على الناس قوي. دمتم سالمين. مبروك يا عم، 1-1 اخويا يا عم، مبروك.